الخير ومساء عليكم، ايه الاخبار؟ يا رب كله يكون تمام. النهارده هنعمل ريفيو لموبايل جديد من فئه في العادي بنعمل لها مثلا كل سنه فيديو اتنين، ولكن السنه دي عملنا لها يعني اكتر من 5 فيديوهات تقريبا. النهارده هنتكلم عن موبايل جديد من فئه السي من شركه ريلمي. فئه السي ديت على عكس كل سنه كنا بنشوف منها موبايل او اتنين، السنه دي احنا شايفين منها تقريبا 5 موبايلات لغايه دلوقتي، واظن بقى خلاص دوت اخر موبايل في السنه ديت. مش عارف، ممكن تتفقوا معايا ممكن تختلفوا فعلا يبقى فيه موبايل تاني، ولكن اكيد كلنا هنتفق ان لون الموبايل دوت روش قوي. الموبايل دوت لونه احمر، رغم ان الموبايل دوت موبايل فئه اقتصاديه، ولكن انا قعدت اخد صور في الموبايل دوت كتيره جدا، وكنت مبسوط وانا بصور الموبايل دوت عشان لونه الروش جدا كده. يعني هو لونه مش احمر، ولكن في نفس الوقت مش اورنج. انا مش عارف اوصف اللون دوت بايه، ولكن اقرب حاجه ليه اللي هو لونه احمر ولونه روش جدا بالنسبه لي. والناس اللي بتحب اللون الاحمر كده، الموبايل دوت بالنسبه لها هيكون موبايل لونه روش جدا. ولكن طبعا اكيد في فئه من الناس مش هيعجبها اللون دوت، ففي لون تاني من الموبايل دوت لون كده ازرق كحلي شويه، برضو للناس اللي بتحب الالوان الهاديه اكتر هيكون اللون ازرق مناسب ليهم. ولكن بالنسبه لي شايف ان الموبايل دوت لونه روش جدا كموبايل اقتصادي. وفعليا احنا في 2020 بنشوف في الموبايلات الرخيصه، مش بس من شركه ريلمي، من شركات تانية كتير، ان الموبايلات الرخيصه دلوقتي بقت بتحلو. التكنولوجيا اللي زمان كنت بتاخدها في موبايل ب 5000 جنيه دلوقتي ممكن تاخدها في موبايل ب 2000 جنيه عادي جدا. واكيد التطور دوت هيستمر السنين اللي جايه، وهنشوف موبايلات احسن بسعر ارخص. فالموبايل اللي هنتكلم عليه النهارده هو الريلمي سي 12. خلينا نبدا. بما اننا بدانا باللون فخلينا نكمل كلام على الديزاين بتاع الموبايل دوت. الموبايل دوت بيجي بنفس المنهج بتاع التصميم بتاع فئه السي اللي شفناه، الديزاين اللي كله من البلاستيك، الظهر اللي فيه خطوط كده اللي بيعمل صوت حلو قوي، اسمعوا كده. الحركه دي مريحه جدا للاعصاب، بحب اعملها كده وانا فاضي. المهم التصميم بتاع الموبايل هنا مش هيوحي ليك خالص ان دوت موبايل رخيص، بالعكس الموبايل دوت فيه كذا حد شافه وانا ماسكه كده بيقول لي الموبايل دوت فعلا شكله حلو، وبيجي بيعلق على الديزاين بتاع الموبايل عشان لونه، وتاني حاجه عشان هو فعليا شكله مش مدي على موبايل في فئه اقتصاديه خالص. وعلى فكره الكلام دوت مش على الموبايل دوت بس، انا كل موبايل من فئه السي بمسكه بقول يا جماعه شركه ريلمي بتعمل تصاميم حلوه في فئه السي، وبيبقى تصميم كده مختلفه. حقيقي تصميم هنا كويس مع الوان روشه. الموبايل ماسك نفسه جدا، والزراير الموجوده من الجنب برده ماسكه نفسها وليها صوت تك كده مريح، يعني اسمعوا كده. الموبايل يعتبر من ورا مفهوش بروز خالص، هو بروز خفيف جدا للكاميرات يعتبر مش موجود. وكمان عندنا البصمه من ورا، البصمه الاعداديه اللي بتشتغل بطريقه كويسه جدا. الوزن بتاع الموبايل يعتبر خفيف، الموبايل وزنه 205 جرام تقريبا او 200 جرام، ولكن الموبايل مش بيجي معاه اي انواع من الجرابات في العلبه بتاعته. فدي حاجه ممكن تكون مهمه بالنسبه لك لو انت بتجيب موبايل في فئه اقتصاديه. الموبايل مش بيجي معاه جراب في الصندوق بتاعه، لكن عموما الموبايل ماسك نفسه كويس، ما اظنش لو وقع ممكن يتكسر بسهوله. بالنسبه للشاشه بتاعه الموبايل دوت فهي مش من الحاجات اللي اتغيرت قوي عن الاجيال السابقه، فهي شاشه من نوع اي بي اس بدقه اتش دي بلس، بتيجي بحجم 6.5 انش. من رايي شاشه من الحاجات المظبوطه قوي في الموبايل دوت، يعني ما هياش احلى حاجه وما هياش اوحش حاجه خالص، هي في الرينج المتوسط. وعموما في الموبايلات اللي هي بتبقى في الفئه الاقتصاديه الواحد ما ينفعش يكون متعشم في حاجات كتير جدا، فبالنسبه للثمن الموبايل دوت الشاشه هنا تعتبر كويسه، والبرايتس بتاعتها معقوله، كويسه للفرجه على الفيديوهات والافلام. فانا بصراحه شايف ان بالنسبه للفئه السعريه بتاعه الموبايل دوت اللي هي الفئه السعريه الرخيصه او الاقتصاديه، الشاشه هنا هتكون مرضيه جدا لاي حد يجيب الموبايل دوت. طيب خلينا بقى ننتقل للنقطه الثانيه اللي عجباني جدا في الموبايل دوت، بخلاف لونه اللي عاجبني فعلا، وهفضل بقى اقول لكم طول الفيديو ان اللون بتاعه عاجبني، وهي البطاريه بتاعه الموبايل دوت. اظن موقف ريلمي للبطاريه في الموبايلات بتاعتها الاخيره واضح جدا، حاطين لك شاحن خرافي في موبايلاتهم الغاليه، وحاطين لك بطاريه خرافيه في موبايلاتهم الرخيصه، عن 60 واط في الريلمي 7 وال7 برو، وبطاريات 6000 ملي امبير في موبايلاتهم الرخيصه شبه السي 15 والسي 12 اللي معانا النهارده. اول حاجه لازم بس اقول لكم عليها ان الموبايل دوت بيجي ببطاريه 6000 ملي امبير، وسمكه ما يعتبرش تخين. انا عايز اشوف بس الريلمي 7 كده، احطهم جنب بعض ثانيه واحده. اوكي دوت الريلمي 7 وده الريلمي سي 12، خلينا نحط الموبايلين جنب بعض، فعليا يعتبروا نفس السمك. بطاريه 6000 ملي امبير، بطاريه 4000 وشويه ملي امبير. بجد كون ان الشركه تحط بطاريه 6000 ملي امبير في موبايل رفيع وحجمه خفيف، فديت نقطه كويسه جدا بالنسبه للمستهلك. لو انت شخص بتدور على بطاريه عملاقه في الفئه السعريه ديت،
فانت لازم هتروح لاختيار من اختيارات ريلمي، اذا كان السي 15 او السي 12 او اي حاجات من السي اللي بيبقى فيهم بطاريات عملاقه ديت. ودوت واحد من الاختيارات ديت في بطاريه 6000 ملي امبير، بطاريه هتقعد معاك يومين او اكتر مستريح بدون اي مشاكل. انا البطاريه كانت 75% من 3 ايام، بقالي 3 ايام بستخدم الموبايل دوت استعمال خفيف، والبطاريه كانت 75%، وحاليا البطاريه خلاص يعني تقريبا 10%، ولكن 3 ايام دوت رقم كبير جدا يعني. انما هو كان استخدام خفيف، ولكن صورت بالموبايل، عملت مكالمات، لعبت على الموبايل. لو انت هتستخدمه استخدام رئيسي انا متاكد هيقعد معاك مثلا يومين مستريح. برضه هنا عندها خاصيه كويسه قوي في البطاريه، وهي الشحن العكسي. لو انت مثلا معاك موبايل تاني وعايز تشحنه، انت ممكن تجيب وصلة اوتو جي وتوصلها في الموبايل وتشحن الموبايل التاني عن طريق موبايلك. انت بقى ممكن تستغل البطاريه العملاقه ديت وكأن موبايلك باور بانك. ولكن بصراحه الحاجه اللي كانت محبطه شويه بالنسبه لي ان الموبايل دوت بيجي بمدخل مايكرو يو اس بي. انا كنت فاكر خلاص ان احنا تخطينا المرحله ديت، ولكن من الواضح ان شركه ريلمي لسه ما تخطتهاش في السي 12 هنا. مش عارف هي ممكن تفرق معاك او ما تفرقش، ولكن انا على نفسي شايف ان احنا في اواخر 2020 لازم نذكر النقطه ديت كعيب من عيوب الموبايلات عموما. ولكن برضه حاجه غريبه جدا اللي احنا كل ما بننزل بالسعر لموبايل رخيص بتاخد موبايل بطاريته احسن واكبر من الموبايلات الغاليه. يعني قعدت كده افكر فيها، موضوع غريب شويه. اوكي خلينا نتكلم على الاداء بتاع الموبايل دوت اللي برضه يعتبر اداء مشابه جدا للريلمي سي 15. الموبايل هنا بيجي ب 3 جيجا بايت رام مع معالج الهيليو جي 35 وبمساحه تخزين داخليه 64 جيجا بايت. اقدر اقول ان الموبايل اداؤه في المهام اليوميه شبه فيسبوك وانستجرام والحاجات ديت كلها مقبول جدا، لان السوفت وير بتاع ريلمي انا عن نفسي بشوفه واحد من اخف السوفت ويرز اللي ممكن تتعامل معاها في الموبايلات اللي في الفئه الرخيصه. الموبايل سلس كده، ممكن تنقل من برنامج للتاني. اكيد هيكون في تقطيعات لان احنا بنتكلم في فئه سعريه رخيصه جدا، فما تتوقعش ان الموبايل هيكون مثلا صاروخي معاك. ده طبيعي ان اي موبايل في الفئه السعريه ديت هيكون فيه شويه تعليق. ولكن كمان لما نيجي لنقطه الجيمنج فبرضه الموبايل هنا مش هيكون احسن اختيار للجيمنج. هنا المعالج يعني بيشغل العاب لو انت مثلا بتلعب من فتره للتانيه بابجي او كول اوف ديوتي، فهيشغل الالعاب ديت ولكن على جرافيكس قليله، ولكن ستيل تقدر تلعب عليه باعدادات قليله. ولكن انا عموما اي حد بيجي لي يقول لي عايز موبايل عشان العب عليه، بنصحه اللي هو يحوش حبه كمان ويروح لموبايلات في فئه سعريه تانيه شويه، مثلا بنتكلم من اول 3 أو 4000 جنيه. تقدر بقى تلعب على الموبايل من اول رينج السعر دوت وانت مرتاح. ولكن برضه لو انت عايز تجيب موبايل في فئه اقتصاديه بس عشان الالعاب، فما اظنش الموبايل دوت هيكون احسن اختيار. وعندك السي 3 بتاع شركه ريلمي برضو يعتبر في رينج قريب من الموبايل دوت ومخصص للالعاب اكتر. ولكن لو انت الشخص الحاجه الاساسيه اللي بتعملها على موبايلك هي التصفح، ومن فتره للتانيه عايز تلعب على موبايلك، فبرضو الموبايل دوت هيقدم معاك، مش هيقول لك لا خالص. الموبايل هنا ممكن تحط عليه خطين بالاضافه لمساحه تخزين خارجيه. وبالنسبه للشبكات بتاعت الموبايل فانا جربت حطيت خطي في الموبايل دوت ما كانش فيه اي مشكله في الشبكات. وسماعه المكالمات كمان كانت شغاله بطريقه كويسه جدا، سماعه مكالمات ممتازه. حتى السماعه الخارجيه هنا اداها من متوسط الى جيد في الموبايل دوت. فبالنسبه للشبكات والسماعات والحاجات ديت كلها تعتبر مقبوله جدا في السي 12. طيب بالنسبه للكاميرات فاحنا عندنا الكاميرات موجوده في مربع كده لونه اسود موجود من ورا، شبيهه جدا باللي موجوده في معظم الايفونات، يعني نفس التصميم دوت بقينا بنشوفه كتير الفتره ديت. وعندنا كاميرا وحيده سيلفي. ولكن دلوقتي بقى خلينا نتكلم باستفاضه اكتر عن الكاميرات. اوكي الريلمي سي 12 بيجي بالثلاث كاميرات في الظهر وجنبهم الفلاش، هما 3 ولكن يبانوا وكأنهم 4. الكاميرا الرئيسية هنا عندنا 13 ميجا بكسل، وعندنا كاميرتين كمان الاتنين 2 ميجا بكسل. ولكن الكاميرات هنا تفتقد للعدسة الوايد، الموبايل مفهوش غير العدسة الرئيسية. ولكن زي ما باين من الصور كده بصراحة الصور كلها بتطلع الوانها ممتازة جدا، وممكن برضو ما تعرفش تميز ان ديت الوان طالعة من موبايل ب2000 جنيه او في فئة اقتصادية. اي نعم ممكن يكون في شويه تفاصيل مش بتبان في الصور، ولكن برضو نرجع ونقول ان ديت حاجه طبيعيه، لان دوت في الاول والاخر موبايل في الفئه الاقتصاديه، فما ينفعش نطمح في صور بكواليتي عاليه. ولكن مع ذلك في موبايلات في نفس رينج السعر بيجوا بكاميرا وايد. بالنسبه للكاميرا الاماميه فاحنا عندنا هنا كاميرا بدقه 5 ميجا بكسل، وعلى عكس المتوقع بصراحه كانت بتديني صور كويسه، والدايناميك رينج بتاعها كمان كويس. ودي حاجه بصراحه فاجئتني بالنسبه برضو للكاميرا في موبايل في فئه اقتصاديه. فبصراحه الكاميرا الاماميه هنا كمان تعتبر ممتازه جدا بالنسبه للموبايل وبالنسبه للسعر بتاع الموبايل.
طيب اخر حاجه خلينا نتكلم عليها هي سعر الموبايل دوت. الموبايل دوت بيجي بسعر 2400 جنيه. انا بصراحه شايف ان من فئه ال 2000 لغايه ال 3000 جنيه هي فئه مليانه موبايلات من شركه ريلمي، خصوصا من فئه السي. والسنه دي نزلوا موبايلات كتير جدا، من ضمنهم الريلمي سي 12، واحد من الموبايلات اللي بطاريتهم كويسه جدا والديزاين بتاعه روش ولونه كمان روش جدا بصراحه. ومن الحاجات اللي مخلياني ميال الى الموبايل دوت بصراحه هو لونه بشكل رئيسي. المهم دوت كان رايي انا، والاهم هو رايكم انتم. هستنى طبعا كل ارائكم في الكومنتات بالنسبه للموبايل دوت. شايفين ان هو ليه منافسين ايه في الفئه السعريه ديت؟ لو حابين نعمل له مقارنات او اي حاجه باي موبايل تاني اكتبوا لي في الكومنتات. وبس كده، دي كانت كل حاجه للفيديو بتاع النهارده. لو الفيديو عجبك متنساش تعمل له لايك وتعمل سبسكرايب في القناه من الزرار اللي لونه احمر هتلاقوه تحت. لو انت لغايه دلوقتي مش عاملنا اشتراك، عشان لسه الفتره اللي جايه فيها فيديوهات عن حاجات مختلفه جدا وحاجات روشه جدا. برضو متنساش تعمل لنا فولو على الانستجرام، هتلاقي اللينك تحت في الديسكربشن. اكيد هناك نزلنا صور متصوره بالريلمي سي 12 وبقيه الموبايلات اللي احنا حاليا بنعمل لها فيديوهات. وبس كده، دي كانت كل حاجه الفيديو بتاع النهارده. شكرا انكم شفتوا الفيديو مره تاني، واشوفكم في الفيديوهات اللي جايه. سلام.